بات إجمالا سنتوقف الآن مع فاصل، ثم قبل الفاصل باقي نامي، نسينا نامي بالتأكيد يتحدث أيضا عن مباراة الهلال القادمة التي أمام فريقه السابق الأنصار. يوم السبت انتم رايحين، يوم الجمعة طبعا رايحين المدينة المنورة. يمكن المباراة لها حسابات خاصة عندك، كونك أول شيء رايح المدينة معقل محمد نامي وتلعب ضد فريق السابق اللي هو الأنصار. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراتنا إن شاء الله يوم السبت مع فريق الأنصار. طبعا مباراة صعبة، مباراة ما هي سهلة. فريق الأنصار يعني بيعوض انخفاض المباريات اللي راحت، وإحنا إن شاء الله بنستمر على نهج الانتصارات، وإن شاء الله إن الله يوفقنا إن شاء الله. وحتكون مباراة صعبة بما إنه فريقنا القديم، لكن إن شاء الله نتمنى التوفيق. ايش يعني لك هالشيء لما تلعب ضد فريق السابق يعني؟ والله تعرف يعني لي طبعا شعور يعني يختلف لما تلعب مع فريقك السابق، لكن ان شاء الله انه نتمنى التوفيق ان شاء الله. اقول لك شغله، في كثير من اللاعبين سبحان الله كذا من الله لما ينتقلون ويلعبون ضد فريق السابق يسجلون. يعني عيسى وسامة مثلا في نادي الهلال لما انتقلوا الهلال سجلوا في الوحده. اكثر من لاعب الحين يمكن ما يحضرني الان، يعني ياسر سجل في القادسيه كثير، لكن انت حتهيئ نفسك انك انت حتسجل في الانصار عشان تمشي على القاعده؟ والله ان شاء الله ان انا سجلت او زملاء اللاعبين، اهم شيء الفوز والثلاث نقاط. يعني تجلس في المدينه عند اهل الجماعه ولا والله ودنا، بس على حسب الظروف، اذا الوقت يسمح جلسنا، اذا ما يسمح نرجع مع الفريق ان شاء الله. محمد اخر سؤال، فتره التوقفات الانقطاعات اللي تصير في الدوري بصراحه كيف يستطيع اللاعب، الحين ما نبغى نناقش سلبياتها، كيف يستطيع اللاعب ان يجعلها في صالحه؟ طبعا بالتمارين والتركيز يعني، وبالفعل يعني فترة التوقف بتأثر على اللاعب، لكن مع التمارين والتركيز إن شاء الله إنه ما تأثر عليه. شكرا للزميل عبد الرحمن الدحيم الذي دائما ما يسأل أسئلة مختلفة، وكما يقال إذا أردت جوابا مختلفا فاسأل سؤالا مختلفا. فاصل ثم نعود بعده لمتابعة الجزء الثاني من الملعب وفيه.